السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم سبانخ وهعمل لوبيا وفراخ ورز ابيض. تمام. قبل ما ندخل على الفيديو تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. تمام كده. عندي اهي وراك ومعايا مية بتغلي اهي، هحط فيها الوراك. انا طبعا سبت المية لما تغلي، حطيت كل الكمية اللي معايا في المية. تمام. معايا هنا بقى بصلايه مقطعها صغير، ومعايا طماطمايه حطيت عليهم ملح وفلفل اسود وشويه بهارات ومستكه وحبهان ومكعب مرقه. تمام كده. بصلايه وطماطمايه متقطعين عليهم ملح وفلفل اسود وشويه بهارات ومستكه وحبهان ومكعب مرقه وورق لورا. هقلب ده كله كده مع بعض وهنزل بيهم مع الفراخ. تمام كده. هقلب كل الحاجات دي مع بعض. هنزل بيهم واسيبها بقى تستوي براحتها. تمام كده. هغطي عليها بقى وهسيبها. معايا بقى حلة على النار، هسيبها تسخن. هحط فيها حتة سمنة، تمام كده. هنا معايا بصلاية مقطعها صغير، هنزل بيها اشوح في البصل شوية لحد ما تصفر بس. هنا هنزل بتوم، التوم ده برضو انا مفرزاه. هشوح بقى التوم مع البصل لحد ما التوم يطلع ريحته كده. هنا خلاص ابتدى ياخد معايا لون اهو. هنا بقى بضرب طماطم في الخلاط. تمام. هنزل بقى بالطماطم. هحط فيها بقى ملح وفلفل اسود ومكعب مرقة بس. تمام كده. هنا بقى معايا اللوبيا، انا سلقاها لحد ما استوت. هنزل بقى بيها انا بعد ما صفيتها طبعا. تمام كده. معايا اللوبيا خلصت، هسيبها برضو تستوي. تمام. معايا حلة تانية بقى فاضية على النار اهي، هحط فيها برضو حتة سمنة. معايا برضو بصلاية صغيرة مقطعاها، هنزل بيها برضو اشوح في البصل يصفر. هنا هنعمل السبانخ. تمام. معايا برضو طماطم ضربها في الخلاط نزلت عليها. هنا الفرق بين اللوبيا والسبانخ، السبانخ بحط لها الثوم ني.
هحط بقى ملح وفلفل اسود برضو ومكعب مرقة. السبانخ اللي عندي انا بقى دي مطلعها من الفريزر، بحطها على طول بتلجها. انا السبانخ بنضفها كويس جدا وبغسلها كويس ولحد ما تتصفى، وبعدين بقطعها وبشيلها في كيس على طول، السبانخ مع الكزبره الخضراء. اطلعها بقى من الفريزر احطها على طول في الطماطم اهي. هحط برضو عليها بقى الثوم. الثوم هنا بحطه ني. اهو الثوم اهو، وانزل بيه زي ما هو كده واغطي عليها واسيبها. طبعا ما بتاخدش سوا خالص السبانخ، هي غلوتين اتنين. ادي الغدا بتاعنا النهارده اهو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.